السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوان، انا دابا في الخدمه ولقيت هاد العيبه هادي، ها هي كيف ما كتشوفوا هاد العلبه هادي. ما عرفتش واش الناس غادي تعرفوا هادي ولا لا. المهم اخوان، نتوما في نظركم شنو كتظنوا شنو هي هاد العلبه هادي؟ شنو غادي تكون؟ هانتوما شوفوا، هي راه ديال المسكه ولا ما عرفت شنو هي هادي، ديال الفانيد بونبون. ولكن في نظركم نتوما هنايا في الاكثريه ديال الناس شنو غيكونوا كيستعملوه؟ اللي الناس اللي يعرفوها نعرفوا كاين. المهم قبل ما نحلوها كيف قلت لكم قلعوا لي شنو هي هادي. انا نعطيكم جواب. دابا ديال الاخوان هذه الاكثريه ديال الناس هنا في المانيا اشنو كيديروا؟ تيستعملوا فيها مثلا الكاله، تيديروا فيها الكاله، ولا تيديروا فيها مثلا شي حاجه بحال هكا، مثلا الحشيش ولا ديك الطابا ولا شي حاجه بحال هكا ياك. حنا الاخوان غادي نحلوها ونقول لكم تشوفوا واحد اللعيبه، جوج الحوايج فيها ثاروا الانتباه ديالي بزاف. المهم انا نحلوها ونشوفوها واش تخرج هذه. المهم كيف قلت لكم الاخوان، هنايا لقينا لاكارت واللعيبات ديال واحد الالماني. بطبيعه الحال هادشي راه غادي يرجع ليه. ها ديال الاخوان، اش قلت لكم الانتباه ديالي. المهم هذا واخا نوريو حيت ماشي ديالنا حنا الماني. هذا تاع الانتباه ديالي الاخوان. عرفتي هذه دابا الاخوان تيموتوا عليها صحاب الزوير، بحال حيت هذه اصليه، لاكارت ديال واحد الماني اصليه تيموتوا عليها. يعني هذه كون كان شي واحد دابا لقاها هذوك صحاب الزوير نهار كبير عنده. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لقينا لاكارت ديال التطبيب معروفه، يعني تكون اوكا ولا شي حاجه بحال هكايا. هذه ثاني حاجه. هاد اللعيبه هذه اللي لقيتها هنا ما عرفتهاش الاخوان. ها هي نوريها لكم. ها هي ما عرفت شنو هي هذه، شي لعيبه بيضاء. واش ما عرفت واش شي، ما عرفت والله ما عرفت واش شي، والله ما عرفت. كيف قلت لكم هذه راه كتكون مشبوهه هذه، يعني راه كتكون معروفه ديال المخدرات تيديروا فيها الناس المخدرات، ولكن هذه ما عرفتش شنو هي. واش شي حاجه مخدرات كتذوب شي حاجه، والله ما عرفت. سموكينغ فور بيس، شي حاجه ديال كتكمى هذه، الشعر مكتوبه فيها سموكين شي حاجه فور بيس. هادشي شي حاجه كتذوب، والله ما عرفت. المهم اخوان اللي عرف اخوان شنو هي هذه يكتب لينا يقول لي شنو. انا والله ما عرفت شنو هي هذه. ها هي نردو هنا. والحاجه الاخرى الاخوان اللي بانت لي هي هذه، قراوها نتوما. اورغان شبيند اوزفايز، يعني هذا الاخوان، دابا هذا الشخص هذا الا مات هنا، هذه لاكارت ديالو انه الاعضاء ديالو يتبرع بهم. وملي شفت الاخوان هذه وبقيت كنفكر هذه القضيه هذه. انا ما عرفتش القضيه واش حلال حرام، يعني مثلا انك ملي متي تبرع بالاعضاء ديالك. ما عرفتش، بقيت كنفكر بزاف يعني شو دابا الشخص يعني كيدير هذه القضيه هذه. المهم بزاف ديال التساؤلات طاحوا لي في راسي، منهم هو واش هذا الشيء اصلا حلال ولا حرام. يعني مثلا الواحد كيقول الا مت دونك خصني نتبرع بالاعضاء ديالي، دونك هذا ديما هاز مع هاد اللعيبه هادي باش لا مات ديريكت المشرحه ياخذوا ليه كلاوي، ياخذوا ليه اللعيبات وداكشي، يتبرع بالاعضاء ديالو. هادشي اللي كاين الاخوان. العلبه العجيبه هي هادي، بطبيعه الحال المولى راه غادي ياخذها، غير ديك اللعيبه ديال ما عرفتش شنو هي ديك المخدره مكتوبه فيها سموكين. هادشي اللي كاين اخوان. المهم خليو لنا نتوما في التعاليق على هذا البلان ديال التبرع بالاعضاء، وكيفاش كتشوفوا هذه الفكره هذه. حتى هنا في اوروبا الاخوان باش تعرفوا راه كاينه هذه القضيه هذه هنا بزاف، انك تمشي كتطوع باش انهم يتبرعوا بالاعضاء ديالك الا متي. انا هذه القضيه ما داخلش هي العقلي، ولكن الله اعلم. المهم خلوا لنا الاخوان التعاليق ديالكم باش نعرفوا شنو الراي ديالكم في هذا الشيء.